مرحبا بكم معنا. اليوم غادي نغوصوا في واحد الفيديو تعليمي مهم كيشرح واحد الطريقة جديدة ومبتكرة باش نصوبوا عمليات أوتوماتيكية أو work flows في واحد الأداة مشهورة N8N. N8N الأداة ديال الأتمتة مفتوحة المصدر. أي هذيك. ولكن الجديد هنا هو أننا غنستعملوا تشات جي بي تي باش هو اللي يبني لنا هاد الورك فلوز. المهمة ديالنا اليوم هي نسهموا كيفاش هاد التزاوج بين N8N والذكاء الاصطناعي ممكن يسهل علينا الخدمة بزاف. واللي صراحة مثير للانتباه بزاف هو أن هاد الطريقة كتفتح الباب لأي واحد واخا ما عندوش ديك الخبرة التقنية الكبيرة. بالضبط. يقدر يصمم أدوات أوتوماتيكية قوية. تخيل غير تشرح ليه بالهضرة العادية شنو بغيتي وتشات جي بي تي وجدوا لك. فعلا، وهذا الشيء كيورينا القوة الكبيرة اللي وصلوا ليها هاد النماذج ديال الذكاء الاصطناعي ال LLMs. الأتمتة ما بقاتش حكر غير على المبرمجين والناس التقنيين بزاف. ولات ديمقراطية أكثر؟ تقريبا. استعمال جي بي تي كوسيلة بناء كما قلتي كيغير فعلا قواعد اللعبة، كيبدل طريقة باش كنتعاملوا مع دوك المهام الروتينية وحتى المعقدة شوية. الأتمتة ولات أقرب وأسهل. مزيان. الفيديو كيدخل في التفاصيل العملية. أول خطوة هي نوجدوا الجي بي تي. كيفاش نوجدوه؟ الفيديو كيقول خاص نعطيوه تعليمات أولية، واحد السيستم برومبت كيكون واضح ومفصل. هذيك ضرورية. كيشرح ليه بالضبط كيفاش يصاوب دوك الملفات ديال جيسون اللي كيفهمها N8N، وكنزيدو نعطيوه أمثلة واقعية ديال work flows خدامين ديجا باش يتعلم منهم ياك. باش يتعلم منهم. الفيديو كيأكد على أهمية استخدام شي نسخة قوية ديال جي بي تي بحال جي بي تي 4. علاش هاد الإعداد الأولي مهم لهالدرجة؟ حيث هو الأساس ديال كل شيء. إلا عطينا الجي بي تي المعلومات والكونتكست الصحيح من الأول كنعاونوه بزاف باش يفهم المطلوب مزيان ويعطينا نتيجة اللي قريبة لداكشي اللي بغينا. دوك الأمثلة الواقعية كيخليوه يضبط الفورما، التسلسل المنطقي ديال العقد النودز في 8N. والنموذج القوي بحال جي بي تي 4 أو حتى 4.1 اللي ذكروا في الفيديو كمثال للتوازن بين القوة والتكلفة، كيضمن أن الورك فلو ما يكونش غير سطحي ولكن يكون مبني بتفكير منطقي شوية. واضح. المثال اللي خدموا عليه في الفيديو كان على نظام ديال تجميع وإدارة تقارير الأخطاء البرمجية البug ريبورتينج. فكرة تبان بسيطة ولكن فعالة. كاين فورم كيعمرو المستخدم كيحدد نوع الخطأ، الوصف ديالو. فورم عادي. من بعد في N8N واحد العقدة سميتها سويتش كتقرا داك نوع الخطأ وكتصيفط المعلومة لواحد العميل ديال الذكاء الاصطناعي متخصص، ايجنت متخصص في هذاك النوع بالضبط. يعني كل نوع خطأ عنده الايجنت ديالو بحال هكاك. وهاد الايجنت كيمشي يتأكد من جوجل شيت واش الخطأ ديجا تسجل ولا لا. إلا كان شي حاجة جديدة كيزيدوا في اللائحة وكيصيفط إيميل للفريق التقني. هاد المثال زوين بزاف حيت كيبين المرونة ديال هاد الطريقة. ماشي بالضرورة نديروا غير نظام ديال الباجز. نفس المبدأ راه ممكن نطبقوه على شحال من حاجة أخرى. نظام يجمع مثلا معلومات العملاء المحتملين leads. فالماركتينج مثلا. تماما. أو يرد على شي أنواع محددة ديال الإيميلات بشكل أوتوماتيكي. يصوب تقارير أولية. المفتاح هو القدرة على وصف العملية اللي بغينا نأتمتوها بشكل واضح ومفصل للجي بي تي. ونقطة أخرى مهمة ذكرها الفيديو هي إمكانية التخصيص. يعني ممكن مثلا الايجنت بلس ما يصيفط إيميل يقدر يصيفط مسج في سلاك أو ديسكورد على حساب فين خدام الفريق. يعني كتولي الأداة كتأقلم على طريقة الخدمة ديالك. مزيان. إذا من بعد ما تشات جي بي تي كيوجد لنا الكود داك ملف جيسون كندخلوه NNN. ولكن ماشي هنا كتسالي الخدمة ياك؟ لا بالعكس، تما فين عاد كتبدأ واحد المرحلة مهمة أخرى. الفيديو كيبين أنه عاد كتبدأ مرحلة الضبط والتجريب. تماما. هنا فين خاصنا نتدخل حين غالبا ما غادي يكونوش أخطاء كبيرة إلا كان البرومبت مزيان، ولكن ضروري نصحوا أي باجز صغار ولا شي حاجة ما خدامش كما بغينا. وأهم حاجة هي نربط الحسابات الخارجية. ضروري ندخلوا المفتاح السري ديال OpenAI ال API key. والتراخيص ديال جوجل مثلا. التراخيص باش أنايتي يقدر يصل لجوجل شيتس أو جيميل أو أي خدمة أخرى مستعملة في الورك فلو. والتجريب ضروري لكل خطوة، كل عقدة، كل نود خاصني نتأكدوا منها خدامة كيف بغيناها قبل ما نعتمدوا على الورك فلو كامل ونديروا له ديبلوي.
ومني كنهضروا على الديبلوي، الفيديو شدد على واحد النقطة حاسمة اللي هي الاستضافة. الورك فلو راه ما غاديش يخدم راسو 24 ساعة على 7 الأيام إلا ما حطيناه في شي بلاصة خدامة ديما. بالضبط، هذه نقطة أساسية. الفيديو كيقترح حل عملي واقتصادي هو نستخدم خادم افتراضي خاص VPS، وعطى مثال بشركة هوستينجر. هذا الحل يعني كيجي في كثير من الحالات أحسن من ناحية التكلفة مقارنة مع الخدمة ديال NIT كلاود الرسمية، علاش؟ خصوصا إلا عندك بزاف ديال الورك فلوز خدامين أو كيخدموا بزاف د المرات. في VPS التكلفة غالبا كتكون ثابتة شهريا، ماشي بحال الكلاود اللي كيتزاد الثمن كلما خدم الورك فلو كتر. يعني كتحكم في الميزانية ديالك أكتر. هادشي اللي كاين، وكيخليه مناسب باش تشغل عدد كبير ديال هاد العملاء الأوتوماتيكية بلا ما تخاف من الفاتورة تكبر لك بزاف في آخر الشهر. إذن المسألة ماشي غير زعما مهارة تقنية ديال دابا وصافي، الفيديو كيشوفها كاستثمار للمستقبل. أكيد أكيد، تعلم كيفاش تبني وتوظف هاد العملاء ديال الذكاء الاصطناعي، هاد ال AI agents، ماشي غير مهارة زايدة، ولكن بحال كتوجد راسك لشنو جاي. هاد التكنولوجيا راها كتطور بواحد السرعة كبيرة، والقدرة على أتمتة المهام باستعمال الذكاء الاصطناعي غادي تولي شي حاجة مهمة بزاف في مجالات كتيرة. الخلاصة إذن واضحة، ممكن نستغلوا القوة الكبيرة ديال تشات جي بي تي باش نسهلوا على راسنا بناء عمليات أوتوماتيكية في 8NN، وهذا الشيء كيخليها في المتناول، يعني حتى الناس اللي ماشي بالضرورة جايين من خلفية تقنية. الشرط هو أن نعطيو تعليمات واضحة ونكونوا مستعدين لمرحلة الضبط والتجريب. تماما. وهنايا كتبقى واحد الفكرة ربنا للتأمل شوية. الفيديو ركز بزاف على كيفاش نستعملوا تشات جي بي تي كبناء لهاد الورك فلوز، ولكن شنو ممكن يوقع إلى هاد العملاء ديال الذكاء الاصطناعي اللي صوبناهم طوروا لواحد الدرجة أنهم ولاو قادرين مثلا يكتشفوا الأخطاء في راسهم ويصلحوها. يوليو ذاتيين في الصيانة ديالهم. ممكن، أو يقترحوا علينا طرق باش نحسنوا الأداء ديالهم بلا ما نطلبوها منهم. فين هي الحدود ديال هاد الأتمتة اللي بدات كتفكر وكتطور راسها براسها؟ هذا السؤال كبير فعلا. هذا سؤال كيفتح الباب لتصورات مستقبلية مثيرة للاهتمام بزاف حول مستقبل الأتمتة والذكاء الاصطناعي.